السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة النهاردة في الفيديو ده، حاجة مهمة جدا، اللي هو القهوة، أو إمتى نشرب القهوة. طبعا علشان نشرب القهوة لو شربناها بعد الأكل على طول مباشرة، لأن في ناس دايما بتقول الكلام ده ومقتنعة بيه وحابينه يعني، وبعدين بتعمل لهم مشاكل. القهوة بتعمل لهم مشاكل في المعدة، فيا ريت الناس اللي بتشرب القهوة بتتشرب بعد الأكل أقل شيء ساعة ونص أو ساعتين، علشان نكون استفدنا بالباور بتاع الأكل، أو الجسم امتص الغذاء بتاع الأكل أو الحديد أو العناصر الغذائية. وبعد ساعة ونص بتكون عملية الهضم تمت، تشرب القهوة تديك باور تاني. هتدعي لي والله، هتدعي لي لما تعمل كده. عن تجربة شخصية، لأن أنا كان بيحصل معايا كده وما كنتش عارف إيه المشكلة. كنت أشرب القهوة أو الشاي برضو بعد الأكل مباشرة. أول حاجة الساعة والحاجات دي كلها على فكرة مضرة بعد الأكل على طول مباشرة. اشربها بعد الأكل بساعة ونص أو ساعتين. الكلام ده كلام أكيد، وكلام إن شاء الله هتدعي لي عليه، وعن تجربه شخصيه. يا ريت الناس كلها تشرب القهوه بعد الاكل بساعه ونص او ساعتين، والشاي. وعايز برضه اضيف حاجه، الناس اللي بتشرب القهوه على الريق يا جماعه بلاش قهوه على الريق. القهوه على الريق دي وعلى معده فاضيه عموما يعني صعبه جدا، وبتعمل قرحه في المعده وبتعمل مشاكل. وبرضه الناس اللي بتشرب اكتر من فنجانين قهوه في اليوم، بلاش اكتر من فنجانين قهوه، خليهم ماكسيمم 2 قهوه في اليوم متباعدين عن بعض. واحد الصبح مثلا بعد الفطار بساعه ونص كده، وواحد مثلا اخر اليوم او في اواخر اليوم كده، واخر النهار العصر، على حسب كل واحد ووقته ووقت النوم بتاعه. المهم ان قبل النوم ب4 ساعات او 5 ساعات على الاقل، ويكونوا ماكسيموم 2 فنجانين، بلاش اكتر من كده، علشان القهوه بتعمل مشاكل، ومش مشاكل يعني وحشه، بس بتصعب النوم وتعمل ارق يعني. شكرا. عايزين نعمل قهوه مع بعض، نوريكم كده القهوه الاسبريسو بتتعمل ازاي مع بعض كده. طبعا كل الناس عارفه الموضوع ده يعني، احنا العبد لله الفقير الضعيف لله يعني. بس يعني نفسك ده ورا من هناك عشان الاضاءه. وده الاسبريسو طبعا. وان شاء الله عايزين نقول لحضراتكم ان احنا هنعمل فيديو كده عن الفرق بين القهوه الاسبريسو والقهوه التركي. ان شاء الله تستنونا، وان شاء الله هتعرفوا فروقات كتيره جدا في القهوه الاسبريسو، لان في ناس بتعملها غلط. ان شاء الله دعمونا واشتركوا في القناه، وان شاء الله اللي جاي كله خير ان شاء الله. السلام عليكم.